دي أول مرة أتكلم في حاجة مش متعودين عليا إن أنا أتكلم فيها، ولكن لازم جه الوقت إن احنا لازم كلنا نتكلم مش أنا بس. مستشفى 57/3/57 إن احنا اتعودنا عليها، الصرح العظيم والجبار ده إن هو يزيد ما يقلش. للأسف الناس بعتتلي وقالتلي إن المستشفى فاضلها حاجات بسيطة وتقفل، وده عشان خاطر بسبب المعونات قلت، لأن هي قايمة على التبرعات من خلالنا ومن خلال الدول المجاورة. فطبعا أنا اتصدمت لما ابتديت أقرأ في الموضوع ده وعايز ألم بأي معلومة، فالموضوع كان بالنسبة لي صعب، لأني شفت فيديوهات كتير لأمهات بتعيط إن هي يعني من بعد ربنا المستشفى دي هي رقم واحد بالنسبة لها، لأن ده الحاجة الوحيدة اللي هتشفي ابنها ولا بنتها. وفي نفس الوقت كمان وأنا بدور لقيت إن في فرع في طنطا كمان ده بالفعل قفل. خلينا كلنا نساعد بعض حتى لو بحاجة بسيطة جدا، نساعد عشان خاطر ناس كتير حاطة أملها على المستشفى دي. الصرح الجبار اللي الواحد كان بيتمنى إن يبقى أكبر وأكبر وأكبر وأكبر، ما يتخيلش إن جه في يوم من الأيام ويسمع إن هو ممكن يقفل في أي وقت. أتمنى من كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يشيره على قد ما يقدر عشان كل الناس تعرف ونقدر نساعد، حتى لو كانت الظروف إيه. جرب مرة هتدفع، لو أنت مزنوق ادفع وإن شاء الله ربنا هيبعتلك غيره. ساعد غيرك عشان خاطر ربنا يقف جنبك. اتمنى منكم كلكم شيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا عشان نقدر ننقذ مستشفى 57/3/57.